السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. النهارده ان شاء الله طبعا الجو بدأ يسقع، فعملنا ايه حبايبي؟ عملنا حبة عدس ان شاء الله باذن الله. هنخش المطبخ ونشوف احنا عملناهم ازاي حبايب قلبي، بس حاجة جميلة جدا وتحفة. وحمصنا عيش طبعا في الفرن ان شاء الله حبايب قلبي. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم. هنخش المطبخ حبايبي نشوف كل الحركات كل التكات مع بعض ان شاء الله. يلا بينا على المطبخ، بس ما تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تذكروا الله وتحطوا اللايك حبايبي. يلا بينا على المطبخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، واذكروا الله حبايبي. لا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. النهارده حبايبي ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض حبه عدس. طبعا الجو بدا يسقع فهنعمل مع بعض حبه عدس. حاجه جميله جدا يا حبيبي يا حبايب قلبي، وبيبقى صحي وبيبقى طعمه جميل جدا. كله فيتامين طبعا العدس حبايبي، وطبعا بيحط له حاجات تبقى داخله قيمه غذائيه، فبيبقى طعمه جميل جدا جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. المكونات ايه يا حبايبي؟ انا جبت هنا ربع كيلو عدس وغسلته حطيت عليه ميه زي ما انتم شايفين. قشرت ايه يا حبايبي؟ قشرت بطاطسايه وثلاث جزرات واربع طماطمات وبصلايه ومقشره راس توم حبايبي، عشان كل الحاجات ديت احنا هنحطها في الميه مع العدس، وهنسيبهم يتسلقوا مع بعضيهم، لان انا حبايب قلبي مش بقليله ولا بعمل له تقليه بصل ولا بعمل له تقليه توم. انا بحط الحاجه جواه، لان لما بتعملي له تقليه يا حبايبي بتاكلي منه بيبقى حامي على الصدر، فكده افضل. دي طريقه صحيه وجميله جدا ان احنا نعمل العدس بالطريقه ديت. انا بفضله كده. كل واحد حريه شخصيه حبايبي، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، بس انا عن نفسي بفضله بالطريقه ديت. ليه؟ عشان ما يبقاش ايه يحمي على صدرنا. طريقته سهله وبسيطه ان شاء الله باذن الله. خليكم بس معايا، بس ما تنسوش حبايبي تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، تذكروا الله لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. وتحطوا اللايك يا حبايبي، حطوا اللايك. مش عارفه ليه بتستخسروا فيا اللايك. ربنا يبارك فيكم اخواتي يا حبايبي، ما تحرمش منكم ولا من الكومنتات الحلوه اللي انتوا بتكتبوها. حطوا لي اللايك يا حبايبي، ربنا يبارك فيكم و... ويصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين اجمعين. يدي كل منا ما يتمنى ان شاء الله. ويشفينا ويشفي مرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين، ويصلح حال العالم اجمع باذن الله ان شاء الله، ويصلح حالنا وحال المسلمين اجمعين يا رب العالمين. خليكم معايا يا حبايبي، هخرط الحاجه بس عليها واوريهولكم قبل ما ارفعها على النار. خليكم معايا. بس حبايبي كده انا خرطت كل الحاجه، الجزر والبصل والبطاطس والطماطم كله، وحطيت له حبه كمونه حبايب قلبي، وحطيت راس الثوم، وان شاء الله هنرفعه على النار لما يتسلق ان شاء الله، ونبدا نشتغل فيه تاني. هنبقوا مع بعض ان شاء الله باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين يا رب. اكون ضيفه خفيفه عند حسن ظنكم، واكون فعلا قادره اوصل معلومه مفيده وتكونوا بتستفادوا مني. ربنا يصلح حالي وحالكم وحال المسلمين. ما تنسونيش في دعوه حلوه حبايبي، ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس. لو الفيديو عجبكم اعملوا له شير. ربنا يبارك فيكم اخواتي حبايبي، ما تحرمش منكم ابدا. ربنا يجعلنا سند لبعض وظهر بعض دايما، نجعل نقف مع بعض في الخير على طول ان شاء الله باذن الله. خليكم معايا يا حبايبي، ان شاء الله هرفعه على النار، ولما يتسلق واجي ارفعه واجي انزله من على النار ان شاء الله احنا مع بعض. خليكم معايا. بص حبايبي، وكده رجعت معاكم تاني بعد ما اتسلق العدس زي ما انتم شايفين كده. اتسلق وبقى حاجه جميله جدا ان شاء الله باذن الله. كل الحاجه اللي فيه استوت حبايبي ان شاء الله باذن الله. هنضربه بالهاند بلندر وهنرجع مع بعض تاني. خليكم معايا. بص حبايبي كده اتضرب خلاص العدس اهو زي ما انتم شايفين. التقل بقى اللي انت عايزاه، عايزاه تقليه عن كده. انا بحب اعمله يبقى شوربه حبايبي، بس برضو طبعا ايه انا بحط له لسان عصفور، شعريه قصدي، زي ما انتم شايفين كده. ان شاء الله هنحمرها ونبقى مع بعض ان شاء الله باذن الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس وصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتذكروا الله حبايبي لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. خليكم معايا يا حبايبي ان شاء الله. بس هرفعه على النار ونحمر الشعريه وهوريهولكم. خليكم معايا. بس حبايبي كده بنحمر الشعريه اهي، لما توصل للون حلو كده ان شاء الله تتحمر معانا كويس. هنحطها على العدس ان شاء الله باذن الله حبايبي. ربنا يصلح ما بين ايدينا ويحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين يا رب. اكون عند حسن ظنكم وكون فعلا قادره اوصل معلومه مفيده ان شاء الله حبايبي باذن الله. انا حطيت ملح وحطيت لها حبه كمون صغيرين. العدس اهو على النار زي ما انتم شايفين كده حبايبي. ان شاء الله باذن الله هنرجع مع بعض تاني، بس لما تتحمر الشعريه ان شاء الله هنرجع مع بعض. خليكم معايا. بص حبايبي، وكده بعد ما نزلت الشعريه حمرت الشعريه وحطيتها عليه، بحط له بقى حته سمنه كده حبايبي.
زي ما انتم شايفين، عشان يبقى ايه اخد الايدام بتاعه، ما قلناش ولا حطينا اي تقليه خالص. البصل زي ما هو ني في ني، يعتبر كل الحاجه معموله ني في ني، بيبقى طعمه جميل جدا جدا. وطبعا حطيت الملح وحمرت الشعريه زي ما احنا متفقين وحطيتها. بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم يا رب. ان شاء الله الطريقه تكون عجبتكم والفيديو نور اعجابكم. ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالي وحالكم وحال المسلمين اجمعين. ما تنسوش تصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وتذكروا الله حبايبي، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. ان شاء الله اقابلكم في فيديو جديد. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.